مش عارفه ادخلها يرجو، والله ما عارفه. انا عارفه من اول ما جيت البلد وانا عماله اتحرش ومحدش راضي يديني اي رد فعل. والله العظيم ما باخد رد فعل. اعمل ايه طيب؟ مش هتجوزه ازاي؟ انتوا فاكرين ان في طابور واقف؟ ده انا اللي بحاول اقفشه وادخله القفص، مش راضي مش راضي مش راضي والمصحف. طب اعمل ايه تاني؟ انا جيت تالت اهو. طب اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ ده خلاص بقى في دعوه عالميه من النساء مصر ان هم حطي كرامتك في الدرج. وليه ياما نحطها في الدرج ليه؟ وليه الكرامه دي؟ ما نتجوز عادي. ما انا عايزه، ما مش لاقي. اعمل ايه؟ عملت كل حاجه، انا بقولها مباشره انا. وجيت مره وجيت اتنين وعملت كل حاجه عشان اوصل رساله، اوصل صوت شيل المسؤولين. عايزه اتجوز، عايزه اتجوز. ما تسيبونيش كده، ما تسيبونيش كده، ما تسيبونيش كده، خطر. مفيش فايده، مفيش فايده. ويعملوا برامج وتلفزيونات وتحقيقات وينزلوها على الجرايد وحاجات المدبرة عشان خاطر نعجب الراجل ونجيب لنا عريس. نشقط عريس بقى بايه؟ بان احنا ندرمغ كرامتنا؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه ما نتجوزش بكرامتنا يا ماما؟ ليه يا ماما؟ ليه يا ماما؟ حاولت يا اختي والله، قلتها بطريقه مباشره مش نافع. لازم الف وادور بقى، لازم اعمل بقى جو النسوان ده والف وادور. ما بعرفش والله، ما بعرف. انا اللي يعجبني بقول له ما تيجي يلا، بيخاف. بعمل ايه؟ طب اوديه فين؟ اعملها ازاي؟ جبت يا امي عقاقير، اجيبه واحط له دواء في البتاع والبسه متتهم يعني. اصوره فيديو. اتحرش بيه يحس ان شرفه ضاع فيقول لي ده. تعالي صلحي غلطتك. طب اعمل ايه طيب؟ امسكه اقول له تعالى هتوريني الواوا اللي عندك هات ابوسها. طب انا هعملها، ده انا عملتها. عملتها من غير ما احس، عملتها من غير ما احس والله. والله العظيم من غير ما احس. هو كان فاضل تكه وشتك من قميصك لما انام وارزع امك بوسه يخرب بيت امك. يا نهار اسود، ايه الاستفزاز اللي انا عايشه فيه؟ انا عايشه في استفزاز، انا عايشه في استفزاز عاطفي. بقولها اهو مباشره. ليه نعمل افلام ومهرجانات؟ ليه نعمل برامج ونقول كرامتنا تداس والسجاده يداس عليها وبفلوسه ويخش يضربني وليه شغل الساديه اللي انتوا فجاه كده الشعب؟ ايه يا نسوان في ايه؟ انتوا بتشجعوا للساديه؟ الساديه مسؤوليه. اعمل ايه؟ انا ما اقدرش اخرج دلوقتي ولا هرموناتي نقح عليا كده. عملت كل حاجه، عملت كل حاجه عشان يعني اعمل ايه تاني؟ انتوا لما بتيجوا تتجوزوا في مصر لو في يعني تعمليها ازاي؟ بتجيبيه ازاي؟ يعني بتقولي له ايه؟ بتحطي له مخدرات في الاكل؟ بتبرمجيه؟ تعملي كل يوم اكل وتحطي له فيه كوكايين ولا هيروين عشان يفضل يجي؟ يعني اشمعنى انا؟ ما انتوا فاكرين ان في طب؟ فين البتاع؟ انا كنت غايبه معايا بتاع قلت يمكن، بس مش ليه والله، ده ليه. بس مش هتعمله خمول، مش هناخد منها حاجه. الحب البتاع هو راح فين؟ والله انا قاعده ماسكه نفسي وقاعده اهو بصوا انا مكلبشه وميتين امي نفسي عشان ما انزلش اتحرش بحد. اصل كده كتير، اصل كده كتير. انا كل حاجه محرومه منها لقيتها. احلامي كلها في خيالي بقى، في خيال. وانا اقعد محرومه ليه؟ طب هي ليه مأذون؟ ليه خطوه المأذون تقيله على القلب؟ يعني ليه موضوع المأذون ده تحس ان هو كلمه قبيحه؟ انا لو قلت عايزه اباحه هتبقى احلى من كلمه عايزه اتجوز. ليه كلمه عايزه اتجوز دي ما بتتقالش، ما بتتحسش، ما بتحترمش؟ ليه مش بتحترم؟ ليه يعني؟ انتوا ايه مشكلتكم؟ نهار اسود ومنيل. ولا الواحد لو اندمج 3 ثواني تبقى فيها مصيبه سودة، مصيبه سودة. 3 اديني اخد نفس ابص حتى اسبل. طب هات صوره. طب هي هي حاجه املي عيني، املي اي حته. يا نهار اسود. الناس بتقول لي يا ام ماشا، ام ماشا، ام ماشا. مش عارفين ان انا مش ام اصلا. ده من حلاوه روح يقول لي شدي حيلك يا ام ماشا. الطوابير احنا عارفين ان الطوابير كتر. انتوا فاهمين غلط، والله العظيم فاهمين غلط. اقسم بالله انتوا فاكريني بقى نزلت من الطياره طوابير الرجاله واقفه يلا بتتقدم. ده بيخافوا مني يابا، والله العظيم بيخافوا مني. ولما يقولوا ان انا عندي سنه ضخمه فتياري بيحسبها في دماغه. تفتكر الضخامه دي ممكن يعني انت بتحسبها؟ يعني انا ما اقول له ايه عشان ااكد له انها رقيقه في الحقيقه؟
يا نهار اسود، يا نهار، ده أنا اللي بيبص لي بعيط يا جدعان، والمصحف بعيط على نفسي، ببقى قاعده كده وممكن اتحزق واعيط، ما بعرفش اخد ودي اصلا. ليه لغه، في لغه كده، في ايه يا رجاله مالكم؟ مربوط مين ده؟ انا ما بلحقش يا كريم، ما بلحقش يعدي من قدام، ده بيجي لي تهيؤات. والله العظيم اقسم بالله بدات اصدق ان حد عامل لي عمل. انا بيجي لي تهيؤات، هو اللي عدى ده كان سراب ولا كان بجد ولا كان حقيقه ولا كان حلم ولا حد يقرصني؟ طب تقرصني انت شخصيا عشان ابص كده الاقي في واوا حصلت واقول لك الحق في واوا، طب تيجي تبوس الواوا؟ يعني اي حوار، اي حاجه اي حاجه اي حاجه، ده انتوا بتعملوا حاجات، ده في العربيه مش كان في زمان في العربيه قفش في الركب؟ هو ليه يعني؟ انا ما حدش قفش لي ركبتي لغايه دلوقتي ليه؟ في ايه يا رجاله محترمه ولا ايه؟ هو لما تحترموا نفسكم تبقوا اوفر يعني؟ في ان بتوين احترام، يعني مش الاحترام الاوفر، مش ضروري احترام يبقى اللي هو لدرجه ان انا احس ان انا انط ان انا وحشه، انا مش وانا وحشه. يعني انا بدات ريحتي وحشه مثلا، في حاجه غلط، في صراصير طالعه من شعري، مالي يعني انا مش يعني هو انا ليه يعني هو ليه؟ في حاجه والله، في حاجه المره الثالثه فيها حاجه، المره الاولى كانت هجوم ماسوره رجاله وانفجرت. كلهم كانوا مره واحده كده بيجوا وحتى بابا بيبقى قاعد ويجوا يتقدموا له وجها لوجه كده عادي، يعني ضغط بالدراع بالسلاح مره، والله العظيم مره بالسلاح، مره اللي هو بابا انت ليه موافق انك قال لي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي ده بابا يا بنتي، اللي هو بابا ازاي يا بنتي بس يا بنتي يا بنتي، اللي هو في يا بابا انت بتخاف يا بنتي انت مش فاهمه حاجه ده يا بنتي، اللي هو يعني كان في ضغط اول مره كده. تاني مره كان في نص ضغط، كان في علويه في الضغط. تالت مرة تحس ان انا محطوط حواليا كده يعني الغام من الكهرباء، اللي هو ممنوع اللمس والاقتراب والتنفس والرؤية ممنوع تبص لها، ممنوع اي حاجة يجي جنب، مفيش حاجة مذكرة بتعدي قدامي، يعني اي حاجة مذكرة بتبقى قدامي كده بتجز وتجري. وايه اللي حصل؟ و... فيها ولا انا الموضوع بتاع، لا انا بس حسبي الله ونعم الوكيل، بقيت كل ليلة يا أختي كل ليلة. طب أنا على الأقل أحلم يعني، مش كانوا زمان في الأفلام بتاعت المحن دي قبل ما تحط راسها على المخدة؟ ليه أحط راسي على المخدة وأفكر في الكرemlin؟ ليه أحط راسي على المخدة وأقول الحرب العالمية الثالثة يا ترى هتقوم إزاي وهتقوم إمتى ومصر دورها إيه وربنا يستر على مصر وهنعمل إيه؟ يعني ليه أحط راسي على المخدة وأفكر في بوتين؟ ليه أحلم ببوتين؟ ليه أنام أحلم ببوتين؟ أنا ما بحبش الرجالة الملونة أصلا، يعني يجي لي حد مكحل واحلم ببوتين في الاخر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الحرمان اللي انا عايشه فيه ده، حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم الجامعة ده ب3 جنيه دم، ب3 جنيه دم، اما يسيبوا مز ولا انا مش مز. انت مالك يا ابني؟ ولا انت خايف ان انا اطلع سرعتي 27 حصان وانت حصانين وافضحك؟ مش هفضحك والله، ما افضحك، مش هفتح بقي، بس انا مش عايزه الحصانه، انا عايزه الطبطبه. تفهمني ولا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كل يوم اجيب موزه حزينه واكلها مع الشوكولاته مع النوتيلا اللي هي مش نوتيلا اصلا، يعني انا اشك ان دي نوتيلا، والله العظيم ببقى قاعده. بصوا انا بعمل ايه، منظر ده هيجي على فخادي وعلى الله في كل حته، بيجي واروح احرق في الجيم ورجلي توجعني وركبي تعمل، طب وما يصحش، ما يصحش. والناس تقول لي لما تتجوزي بقى تسكتي، مين اللي قال لك اني هسكت لما اتجوز؟ افرضي هو طلع مجنون هو كمان، اللي هو انطلق يا حبيبتي، انا ممكن ابقى متشرده بزياده، بس بصراحه ماليش نفس ان انا اكمل لما اتجوز. انا بس عايزه اديكوا كل حاجه عندي عشان لما اتجوز، انا مش عايزه يعني مش هقعد معاكم ليه، ما اقعد معاه هو، ما اقعد اقفش فيه هو، ابوس فيه هو، يعني اديله جزة بوس، حقه والله، هو الرجاله بتحبش بس. هو الدلع كله بيجي على الست؟ قال له حطي كرامتك في درج، انتوا بتستهبلوا، انتوا بتستفزونا، يعني ايه المشكله لما تبوسي الواوا بكرامتك؟ تبقي هانم وانت بتبوسي الواوا، حاجه وسخه من غير قله ادب. نتكلم على الحب والحنان يخرب بيكم، مفيش ب3 جنيه حب وحنان في البلد؟ مفيش رجاله في البلد؟ في ايه؟ سمعتكم تتضرب كده في الامم المتحده. عايزه اتجوز والمصحف اعملها ازاي طيب؟
يعني احبسه، اجيبه في الاوضه واحبسه واقفل عليه، والله اعملها. واقفل عليه المفتاح واسيبه بقى كام يوم يحمض. يحمض. يجيله حموضه، يبوش ولا يحصل له حاجه. مالهم مالهم ليه مفيش في الملاك الحارس بتاعي منعهم مثلا؟ الا لما حد بص لي بصه، الا لما خدت بصه غير بصه الامومه ان انا ام او طفله. في يا جدعان في ايه وانا ما بقتش ست؟ طب انا كنت فاكره اني حلوه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ده انا حتى بقيت خلاص ولا احط ماسكارا بقى ولا اصلا مفيش واضح انها مش فارقه معاهم، ما بيحسوش الجبله واكلين ايه متفهم ترشي. مالهم راحوا قعدوا في روسيا شويه في التلج جم تكتكي. مالكوا يا رجاله؟ الناس بتحسدني فاكرين ان انا وما انزل من المطار هتخطف. يا ريت. ده انا اللي اخطفه والله العظيم. يعني فاكرين البحث عن الفضيحه؟ انا فاكرين مشهد لما جابت العريس دخل، المهم يعني على واحده غير واحده، وفي الاخر دخل عليها ابوها بالمسدس وما اعرفش ايه بالسلاح. يعني لازم، ما عنديش سلاح في مصر، معيش سلاح، اجيبه ازاي بقى؟ يعني لا الادب نافع ولا العنف نافع ولا الخناق نافع ولا البهدله نافع ولا اي حاجه نافعه ولا اي حاجه نافعه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا جايبه فستان ابيض بترتر بجريتر. اختي بتقول لي ليه؟ قلت لها عشان اخد الشهاده فيها. قالت يعني انت عارفه اليوم اللي هتستشهدي هتلبسي الفستان ده؟ فبقول لها طب خلاص لما استشهد وانتوا بتغسلوني لبسيني الفستان الابيض ده. قالت لي يا جهله الشهداء مش بيتغسلوا، بيتاخدوا كده يعني. يعني انت انت لا في الدين فاهمه ولا في الجواز فاهمه ولا في اي حاجه فاهمه، انت بلح كده. طب انا اعمل ايه؟ حلاوه روح. البسه امتى الفستان ده؟ تهيؤات. نعمل مشهد. هيجرى ايه لو جبنا شيخ؟ بياخدوا كام الشيخ؟ ربع جنيه باين. مش كان زمان بياخدوا ربع جنيه ولا بياخدوا 1000 جنيه؟ دلوقتي بيقبضوا كام المشيخ؟ خدوا ليه ياخدوا فلوس على كتب الكتاب؟ يعني هي مش مفروض الحاجات دي بتاعت ربنا مش مفروض عليها فلوس؟ هو في ايه؟ والله العظيم انا جيت على مين؟ يعني ايه الكوكب اللي انا جايه فيه ده؟ عايزك لما تتجوزي تسكتي. يا دين امي. كبرت. طب مواصفات ايه؟ لسه بقى نقعد في مواصفات؟ ما فيها صح احكي مواصفات. انا لما الاقيها اقول له تعالى. مش حسبي الله ونعم الوكيل على حقل الالغام اللي انا عايشه فيه ده. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش مسامحه على كميه الشوكولاته اللي باكلها كل ليله. والله العظيم ما مسامحه. والله ما فيش دم خالص. انا كنت متوقعه ان انا هتاخد بالاحضان يلا على المأذون. يعني انا كنت متخيله ان هو المشهد هيبقى يلا على المأذون. يعني ما يصحش. يلا على المأذون مش يلا لسه بقى هم انتوا خايفين ليه؟ هو ليه الرجاله بقت تخاف من الستات؟ عشان معايا فيسبوك؟ خد الفيسبوك اقفله، خد التليفون ومنعني عن التليفون. انا معناها ما هصدق. ما هصدق والله. ما عايزه فيسبوك ولا عايزه تليفونات ولا عايزه تكنولوجيا ولا عايزه ابقى ست كده مستته. ست امشي في البيت ست، وبعدين البيت يكون صوته ما يسمعش عشان انا فاهم يعني في صحراء غالبا. شفتك الرقاصه هتحبي انا وانت. انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه والله العظيم ما لحقت اعمل حاجه. هي اللي بتضحك لوحدها. طب عيطي شويه. وعشان في عمق في الفهم، في عمق في الضحكه طالعه رقيعه. وديها فين الضحكه؟ مش عارفه زي ما هي لما بضحك بتبقى رقيعه. بغلى طول بعرض اودي مش عارفه اخس. حتى لو خسيت هتبقى رقيعه برضه. في ست دول ليه مش قادرين تحترموا ان في ست؟
في ستات، مش ست كابينه من الستات جوه، مش بتاع رفيعه كده مع صعصه مخله بتاع تقول لك لا فكك. احنا جايين من الزمن العتيق اللي هو ايه، تكون واكل كويس صحتك حلوه عندك طول نفس دي مهمه قوي، طول النفس ده قناصه كانت تبقى من يعني مفوق مع هذه الانثى الحيزبون. اه والله هي تخبطني بقى على دماغي ولا تفتح لي مخي وتديني مهدئات طول ما انت قاعد خد نومها نيمها ده منوم كده كل 4 ساعات هصحى لك زي القرده خدي نام نام يلا نام ياما عشان اعرف اتفاهم معاكي لما اكلمك وانتي نايمه بقى عشان وانتي صاحيه صح. شايفه لمك اظبطك اجيبك منين؟ بالحنيه. مش نانسي ست نانسي عجرم بتقول لك باجي بالحنيه، والله انتوا ما زي الطور بالظبط. مش الطور لما تطبطب عليه كده بيبهت، مش الطور هو الحصان. ايه الحيوان اللي بيتطبطب عليه بيهدى؟ فين انا من الحيوانات دي انزل كده بس هتلاقيني هديت، هتلاقي العنف بيولد لما عندي سعار كده تبقى واحد عايزه كلمتين حنينين بس هذا بس هبقى عايزه الجرعه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على الحرمان اللي انا عايشه فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي ابقى في مصر وما اتخطفش، حسبي الله ونعم الوكيل. انا لو منك اقفل عليها كده او ببرشم الحيطان واخش بقى اخد اجازه من الشغل انا والله المفروض تعمل كده، تاخد اجازه شهر يومين 3 ساعات لا اقل من 3 ساعات هتعكنن وعكننك وعكنن على امك 3 ساعات. خد اجازه 3 ساعات بس واحمل انا بقى واتشغل بقى في الحمل بقى وبطني وايه وارجع واتمحن بقى زي الستات كده، واعمل دور الست المصريه ممحونه واقول يا ظهري، بس مش هعملها لازم اروح الجيم برضه كده اتشغل في عيل لسه والله متقال هاتي عيل نشغلي فيه بدل ما انت شغاله في الشعب كده. ما في هرمونات لازم تطلع. مش عارفه اتعامل مع الرجاله دلوقتي اللي هو يا بنتي فرق يعني احنا يعني مش عارفه، ما انا عايزه احتضن وداوي وطبطب واعمل، مش بغصب عني اغتصب اللي قدامي والله العظيم هشده كده. تعالى رعمك بقى انت، انا زهقت. حسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله العظيم يا رب. اعمل ايه تاني عشان اهدى؟ اعمل ايه تاني؟ انا قاعده اهو قاعده اعمل ايه تاني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ده النسوان التانية هتلاقي يعني بيعملوا بيعملوا حوارات ما بعرفش احور، ما بعرفش اتمحن، ما بعرفش بخش دغري. حسبي الله ونعم الوكيل. I feel rejected. حاسه ان انا اترفضت، مرفوضه، او ان انا كان في ممثل زمان يقول لي هو انت في كائن كده اللي هو بيتكاثر مع نفسه، يعني انت يعني لا تبع نسوان ولا تبع رجاله، اللي هو الكائن المنفرد بذاته. دي تفضل منفرده بذاتها، عشان لو دي اتحط معاها ذكر شبهها ممكن تحصل جريمه اصلا، ممكن الكوكب كله يولع ما ينفعش يبقى في نفس الذكر في نفس البلد يعني طاقه يعملوا لنا مشكله يعني نلمهم منين دول؟ نلمهم منين نجري نحل عليهم واحد بارد بقى، واحد جاي من قاعد زمان مع اخناتون، كان قاعد مع اخناتون كده وشارب حاجه وهادي ورايق وراسي وعاقل في ميتين نفسه عشان يستحمل هذه الطاقه. اجيبه منين ده؟ اجيبه منين؟ الله مرحوم ده، اجيبه من تحت التراث. اروح بقى اقعد جنب حتشبسوت واخناتون واغني لهم بالايطالي واقول لهم عودي وارجع واتفرج على 3 دي بتاع معرفش مين كان شكله عامل ازاي ايام لا ما ينفعش. اتلحلحوا معايا شويه. هو بقى في برود في الرجاله ولا مالكم؟ ايه ده اسامي غريبه اللي داخل. السنتين اللي انا غبتهم دول حصل في حاجه او ربنا استجاب لدعوتي بقى ان هو يا رب قابل المحترمين بس. طب يعني اشربهم انا حاجه؟ طيب اعمل ايه؟
اتلحلح ازاي؟ بيقول لك اغريها سكينانه والبسي الحاجه ام رجل مفتوح، ولا حاجه نفعت، لا ام رجل باينه نفعت، ولا ام ما اعرفش ايه نفعت، ولا ام كحل نفع، ولا اي حاجه ولا حاجه. بص، ولا كأن قاعده قدام لوح خشب. فيش. يا هلو. طب اعصر في امك ازاي دلوقتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم. مش عارفه اثر على ايه، مش عارفه، مش حاسه ان انا ست، مش حاسه بانها حتى زي ايام زمان. مش ضروري يعني قله ادب، مش ما هو لازم ما يكونش فيه ادب، بس ايام لما كان يعني اللي هي مرة يعني كده. مش انا مش امنع الروبوت. انا بعد ما بخلص بقعد ابص كده، والله موجودين اهو حلو. يعني انت حمار يا عم، انت ما بتشوق تعمى؟ انت كل التضاريس دي فايتك؟ انت عندك مشكله دلوقتي؟ انت مجنون يا ابني؟ انت مش طب مش ورايا شويه، طب مش قدام، ابص ورايا ليه؟ بص على الارض. بص على الارض ليه؟ بص على الارض. بص على الارض بجد ليه؟ يا راح الجيم وعامله سكوات وانبره ما انبره يا كافر، وانت تبص على الارض بتغض النظر. ده هيعجبني بزياده. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم 3 بتكلم بجد. والمصحف ما بهزر، بتكلم بجد. مش يعني يا محترمين زياده عن اللزوم، يا صيع زياده عن اللزوم. ان بتوين فين ان بتوين؟ اي حاجه، ارمي ورده، ارمي كومبلمنت، ارمي كلمه يعني. اي نصيبه يعني، عارف، عدي ميل وحدف منديل وانا هبدا اشغل عبد الحليم. حسبي الله ونعم الوكيل. ما اصل لما واحده زي كده ما يصحش. سمعه البلد يقولوا علينا ايه؟ حرام. دي واحده بس، انا بني ادم، وانا عايزه كلنا، عايزه ذكر واحد بس، مش عايزه كتير يعني، مش عايزه جروب. واحد بس واسكت. اهدى مش هيبقى فيها حيله غاها، تلاقيني بغسل الملايات يعني. املا. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم صعد الموضوع للأمم المتحدة، والله ما ينفع. حسبي الله ونعم الوكيل. تعبتش من انتظاري يا اختي، تعبت كل ده ولسه ما ده، وما لما يعني ده انا اموت. قناتات عفيفات ملتزمات قعدات في بيوتهنات. لك اخرجي. طب انت مجنون في الحاله دي؟ اخرج؟ انت اتجننت في مخك؟ ويجي لي واحد مكحل عينيه ويقول لي كلمه وانا من جوايا عايزك. انت مش فاهم ايه اللي بيحصل من جوه، وانت مش موجود اصلا في الخريطه دلوقتي. انت مش فاهم بعيط ليه حاجه. وبعدين ببقى يعني واحد لما يعيط بقى ويلاقي بني ادم ليه يحس بامه، اللي هو انا مت وبعثت. هو انا في كميه كلام عايزه اقوله بس مش هقدر اقوله عشان عيب، وهتحبس لو عملت اللي انا عايزه اعمله. ويا نهار اسود ومنيل. طب في لا ايه؟ ايه ده؟ واقعد بقى اسبوع افكر باللي حصل. والمصحف ده انا عديت المراهقه، ده انا برجع بايام الطفوله لما كنت بحلم ان في على الحصان الابيض. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والله ما مسامحه، والله تهيج الهرمونات ده. المشاعر لما تتضرب كده والله العظيم ما عندكم ب 3 جنيه دم يعني. ب 3 جنيه دم ده حتى عشان اطمن ان البلد فيها لسه فيه خير يعني، اي حاجه. 3 جنيه دم دي تتساب؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كل ده عشان ايه؟ خايف من مين؟ ما تخاف من ربنا. خايف من مين؟ والنبي يقول لي خايف من مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مش مسامحه، انا مش مسامحه.